من فترة من فترة كبيرة حد من اللي عندي في القناة من أصدقاء القناة يعني اتواصل معايا واتواصل معايا كذا مرة يعني. أنا معرفش هو فين دلوقتي، بس كان دايما يطلب مني إن الحل إن احنا قبل طبعا موضوع اللاجئين ده ما يبقى على الساحة قوي كده. كان دايما يقول لي لازم نعمل حزب كامت، حزب يضم القوميين المصريين اللي بيقولوا هذه أرضي أنا ومصر دي بلدي وما عنديش أي وطن غير مصر. أنا دايما يعني كنت برد عليه وعايزة أرد عليه معاكم دلوقتي تاني، لأن انتوا برضو بتبعتولي كتير قوي بيبعتولي على موضوع احنا لازم نعمل حزب خاص بينا، واغلب الناس بتقول ان هو يبقى اسمه حزب كامت، وانا ما عنديش اي اعتراض. انا اصلا يعني انا مع الفكره دي، انها فكره كويسه جدا. ومؤخرا كمان لقيت ان الفكره بتتبعت ليوتيوبرز سياسيين كتير، وبيكلموا فيها برضو وعندهم تحفظات يعني شبه اللي عندي. بس انا يعني هي مش تحفظات اكتر ما هي الفكره حلوه، بس هتتنفذ ازاي؟ تعالوا نتكلم بالراحة. أول حاجة يا جماعة، علشان تعمل حزب لازم حضرتك تكون ليك في السياسة، يعني قاري سياسة كويس، مارست السياسة، وإلا هتجيب الأرضية بتاعتك منين؟ هتجمعهم منين؟ هتأثر في الشارع إزاي؟ هتدخل كمان عارف القوانين كويس، عارف في السياسة كويس، عارف اللي بيدور حوالين بلدك، قارئ كويس. يعني المسألة يعني مش بالسهولة دي، مش بسهولة ان اي حد بيعمل فيديو على الانترنت ممكن يبقى سياسي. لا 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 لا. يعني انا لما بتكلم معاكم انا بتكلم، انا عمري مثلا ما اتكلمت سياسة. انا بتكلم كلامكم، اللي هو انا بطلع زيكم بقول صوت، يعني بقول اللي انتوا بتقولوه، ما بقول لكمش حاجه. يعني حتى ما بجيب لكمش اخبار، ما بمسكش موقع اخباري او بقول لكم اخبار كل يوم، او بحلل اخبار، او بحلل السياسة العالمية زي بعضهم اللي قاعد هنا واللي قاعد هنا واللي بيجيب أخبار من الصحف الأجنبية. مش بتكلم في السياسة خالص، ولا بعرف سياسة. إذا على فكرة بالمناسبة بين قوسين جملة اعتراضية، من كذا سنة أو في أوقات الزخم الثوري في 2011 في ناس كتير عرضت عليا إن أنا أشترك في حركات وائتلافات وأحزاب، وأنا كنت برفض. في مخرج كان بيتابعني على الفيسبوك، ومخرج من قنوات اللي هي الدرجة الثالثة، ها، قنوات الدرجة الثالثة، مش القنوات اللي هي تصنيفها ايه او حاجة زي كده، يعني ممكن يكون تصنيفها سي. المهم قال لي تعالي اجي اعمل ايه حضرتك؟ اصل انتي ناشطه. نعم، يعني مهنة كل الصيع بصراحة. وقتها كانت مهنة كل الصيع. نشطة، اصل انتي نشطة. يا عم انا مش نشطة. لا لا لا، ما انتي بتعرفي تقولي، انتي بتقعدي تقولي اراء كتير على الفيسبوك. ايوه، وكل واحد بيقول رأيه، وانا بقول رأيي كمواطنة، اللي بيحصل في بلدي كمواطنة، من رؤيتي كمواطنة. لكن انا لا مثقفة كفاية، ولا عندي مثلا مخارج الالفاظ واضحة، ولا مؤهلة ان انا اطلع بصفتي ايه وعلشان اقول ايه. اطلع بصفتي ايه وعشان اقول ايه. نفس القصه بالنسبه لموضوع الاحزاب. انا هعمل حزب ازاي؟ حضرتك عشان تعمل حزب لازم تكون ليك باع في السياسة، لازم يكون ليك بتعرف تتكلم مع الناس وتتعامل مع الناس، عندك أرضية، مؤثر، بتعرف تأثر في الناس. كمان أنا عايزة أقول لكم إنه يعني علشان تعمل حزب الفلوس هتجيبها منين؟ تبرعات منين بقى؟ مين اللي هيتبرع لك؟ ومين اللي هيسيب اللي بيتبرع لك يتبرع لك؟ تعالى نتفق ان احنا ممكن اي حد، هي بسهولة دلوقتي ممكن تعمل حزب. طيب هنفترض انه وانت بتعمل حزب وحضرتك جاي بتعملي، انا عملت حزب، انت عملت حزب، اي حاجة عملنا كلنا كده، خدنا بعضينا ورحنا عملنا ايه؟ حزب. تمام كده. تعالى بقى اللي عايزين يعملوا لنا التوكيلات، مش هقول لك بقى الشهر العقاري ومضايقات الشهر العقاري وحاجات زي كده، مش هقول لك حاجه من دي خالص. لكن انا هقول لك تجربه شخصيه. انا من الناس اللي مؤمنين جدا بانه الدوله، اي دوله في العالم علشان تبقى دوله يعني ماشيه صح،
ماشية صح تبقى علمانية. بمعنى ايه؟ بمعنى انها تفصل الدين عن الدولة لكل مقام من مقال. الدين في قلبك، الدين جواك في قلبك في سلوكك، في تعاملاتك الدين معاملة، لكن ملوش علاقة بالدولة. مفيش يعني مثلا ما ينفعش نقول ان الدولة اللي اكترها مثلا في فرنسا مثلا ان هي عشان اكترها مثلا ملحدين تبقى الدولة الفرنسية الملحدة، او كلهم بيتكلموا فرنساوي فنقول الدولة الفرنسية الفرنسية. الدولة هنقول مثلا ايه الكونغو مثلا بيتكلموا فرنساوي مثلا يعني، فنقول اكترهم مثلا مسيحيين فتبقى دولة الكونغو المسيحية الفرنسية. فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي ايه؟ فانا مع الدولة العلمانية، فصل الدين عن الدولة بشكل واضح يعني. تمام كده. آم، آم، فالحزب كان اسمه الحزب المصري العلماني وكان تحت التأسيس، وأنا كنت أعرف رئيس مجلس الإدارة والأمين اللي هي الأمينة بتاعة الحزب، وأعرف ناس من اللي كانوا على الفيسبوك، على فكرة كلهم أعرفهم من على الفيسبوك. وأعرف ناس من اللي كانوا أعضاء منهم، كان واحد صحفي كان بيكتب في جريدة من الجرايد اللي كانت أيام الثورة قبل الثورة زي الدستور وصوت الأمة والحاجات دي. المهم الشخص ده عزمني في مرة عنده ندوة عن الحريات في أو بتتكلم عن الحرية في الحزب المصري العلماني اللي كان تحت التأسيس. وانا كنت رايحه، انا قلت اروح، انا رحت على مضض لاني كنت عيانه وعندي كان ظروف كده المهم يعني. فقلت يا بنت ايه روحي صح، اقبلي دواء وروحي علشان ايه، انا هعمل توكيل، هروح اعمل توكيل. فقلت بس اروح اتعرف على الناس وبتاع وكده. انا قعدت ساعه يا جماعه، انا ما حضرتش الندوه بالمناسبه لاسباب تخصني، لاسباب تخصني شخصيه يعني. المهم فقعدت ساعه، الساعه اللي انا قعدتها يا جماعه دي شفت فيها العبر. اول حاجه انه الناس اللي كانوا ماسكين الحزب جايين من خلفيه هم ليبراليين ومؤمنين ان مصر تبقى دوله ليبراليه، ويعني سوري مش دوله اقتصاديا يعني تبقى ليبراليه، وجايين من خلفيه وفديه. فدي بسم الله الرحمن الرحيم كده نمره واحد، ما ادراكم ما الخلفيه الوفديه. طبعا الوفد وما هو الوفد اللي كان متحالف سنه 86 او 87 مع الاخوان. فطبعا انا ما اعرفش ازاي حزب زي الوفد بعظمته وليبراليته يتحالف مع حزب متطرف زي او جماعه متطرفه زي الاخوان. مش بس هي دي القضيه، احنا ممكن نكون كنا في حزب وكانوا الناس دي كانت شخصيه منهم كانت لسه في الحزب وليها باع بقى يعني ليها باع سياسي، يعني هي مش جايه من تحت الجاموسه، لا دي واحده شغاله سياسه من وهي صغيره يعني. هي يعني الناس كلهم اللي كانوا مسؤولين عن الحزب كانوا مش اخوان بطبيعه الحال، لكن كانوا في ارائهم كانوا بيقولوا نفس الكلام اللي بيقولوه الاخوان، وكانوا بيقولوا على رئيس الجمهوريه اللي هو السيسي بيقولوا عليه بلحه. انتوا متخيلين انه بيرددوا كلام الاخوان لدرجه ان الرئيس بقى اسمه بلحه عندهم زي ما الاخوان مسمينه بلحه. فدي بسم الله الرحمن الرحيم كده الريد فلاج الاولانيه. لما حضرت معاهم بقى لقيت الناس اللي موجودة هم مش بيتكلموا يعني مش كل بتكلم على بعض خلاص. لقيت في ناس كل همها انها تشقط. اللي عزمني على فكرة كان بيعزمني عشان يشقطني بالمناسبة. وبعدين ففي ناس مش الفكرة مش سياسة، فكرة حاجة تانية. ايه الحاجة التانية؟ انا الحقيقة ما عنديش علم، لكن في ناس تانية بقى شفتها عامله حبيبه يا اختي حبيبه، وبعدين تيجي تكلمني في التليفون اسكتي. شفتي؟ واسكتي ده راجل على فكره مش ست. شفتي عزموا مين، كلموا مع مين، هو ازاي ده حزب علماني ويعزم قسيس؟ هو كان القسيس ده بيتكلم في الحريات بس ما كانش يعزموه. على فكره اللي كان بيقول لي كده كان مسيحي بالمناسبه. انا معاه ان هو حزب علماني يجيب قسيس بيعمل بيه ايه، انا برضو ما اعرفش، حتى لو جاب شيخ يعمل بيه ايه برضو انا ما اعرفش. بس هي الفكره في ايه؟ انت اتجاه علماني جايب حد متدين قوي كده بتعمل بيه ايه، انا برضو ما اعرفش. بس انا لاحظت
إن الشخص اللي كان بيكلمني ده كان بيكلمني بحقد شديد جدًا على الحزب، وبيقول لي: "أنا متابع كل فعاليات الحزب، وعلى طول كل ندوة باجي، وكل اجتماع باجي، باحضر على طول، على طول، على طول." فأنا حتى قُلت له: "بس أنت بتكرهه أوي." "آه." "أيوه." "طب أنت رُحت عملت له توكيل ليه، وبتحضر ليه؟ طب بتحضر على أي أساس؟" ما قدرتش أفهم بصراحة هو بيعمل إيه. فهو الفكرة إنه الحزب بيتفجّر من جوّاه. تعالوا بقى للقطة التانية، ودي اللي بالنسبة لي كانت مهمة جدًا. طبعًا يعني أنا شُفت إنه الدولة قد تكون بتفجّر الحزب من جوّاه بشكل أو بآخر، لإن أنا شُفت بعيني كده، أنا شُفت الشخص اللي باقول لك بيحضر كل الاجتماعات وبيكره الحزب جدًا، بيتكلّم عليه بحقد شديد جدًا وبغضب شديد جدًا. طَب أنت بتروح ليه؟ يعني ما يقولكش إجابة، يعني يفضل يقول لك كلام كتير كده ما فيهاش إجابة، ما فيهاش الإجابة. شُفت بقى في الحزب واحدة كنت أعرفها من الميدان، عرّفني عليها واحد. طبعًا أنا خدوا بالكم اللي بينزل الميدان هيبقى عارف اللي أنا باقوله ده كويس، اللي بينزل الميدان هيتعلّم حاجات مش هيتعلّمها بعد كده في حياته، لإن أنا شُفت ناس في الميدان اكتشفت إن كل الناس اللي أنا كنت مصاحباهم إخوان، والله، إخوان أو مش إخوان بس بيخدّموا على الإخوان. أنا كنت مصاحبة ناس من 6 إبريل، وكنت منهم بقى واحد من 6 إبريل عرّفني على البت اللي أنا باحكي لكم عليها دلوقتي، اللي أنا لقيتها في الحزب. البت دي يا جماعة اللي لفت نظري إنها كانت شبه شادية أوي، 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 فأنا شُفتها في الميدان، فهو عرّفني عليها اسمها فلانة، وهي عرّفتني إنها بtitle فلاني كده، وطلعت إنها كدابة، يعني بعد كده عرفت إنها كدابة. المهم يعني البت دي إخوان ومن عيلة إخوانية، وكانوا جابرينها على الحجاب زي ما هي قالت لي ومش عارفة إيه، وقصة ما لهاش 30 لازمة. المهم تفوت الكام سنة اللي إحنا مشينا فيهم الإخوان، وفجأة شُفنا بعض في الحزب، وكنت أنا كمان ساعتها كنت محجبة، أنا قلعت الحجاب وهي قلعت الحجاب، بس أمّا شُفنا بعض في الحزب عرفنا بعض. أنا ما قلعت الحجاب قلعت الحجاب عادي، بس ما قلعتش هدومي صراحة. هي لبست بحمّالات كده. أنا مش ضد اللبس العريان ومش ضد اللي بحمّالات، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، وأنا ممكن في وقت من الأوقات ألبس برضه بحمّالات عادي جدًا، أنا مش شايفة إنه ده غلط بصراحة يعني. بس من الآخر أنا بس اللي لَفَت نظري التحوّل الرهيب من الكمكمة أوي لحد أمّا الانفتاح الشديد أوي، لدرجة إنها كانت عايشة مع حد كده وحاجات كده، يعني حاجات قصص كده على جنب يعني. فالبت دي كان عندها order من الإخوان. الorder الأولاني كان إنها متدينة وتبعهم وقال الله وقال الرسول. الorder التاني أنتِ تروحي الحزب العلماني تعملي إن أنتِ ملحدة. أنا على فكرة عملت عليها فيديو. شوفوا كده الإخوانية فيديو عندي في القناة، دوروا عليه هتلاقوه اسمه الإخوانية الملحدة. حتى نسبة المشاهدات كان عندي ساعتها 200 نفر والّا حاجة، نسبة المشاهدات عندي بقت ما اعرفش 10,000 والّا كام. الفيديو ده جاب مشاهدات عالية جدًا يعني. الإخوانية الملحدة، هي كان عندها order إنها تيجي الحزب ده تهبّب فيه ما اعرفش إيه الدور اللي هي هتقوم بيه، ما اعرفش، لكن اللي أنا عرفته إنها دايرة تتصاحب على ده وتتصاحب على ده وتعمل فُرتينة بين هنا وبين هنا وبين هنا. قوم بعد شوية يا جماعة عملت مشكلة معانا شخصية، مشكلة يعني مش عارفة أقول لكم إيه بصراحة، مش عارفة أقول لكم إيه، بس المهم إن البت دي دخلت من هنا وعملت تشقُّقات كده في الحزب، وأصلًا الناس ما كانوش على قلب رجل واحد. وبعدين زي ما باقول لكم بقيت ألاحظ إنهم بيتكلموا هم مش إخوان فعلًا، وأنا أعرفهم هم مش إخوان. بس الكلام اللي بيقولوه هو كلام الإخوان. الكلام الترديد اللي بيرددوه هو كلام الإخوان، إن إحنا دولة فاشلة والاقتصاد ما اعرفش إيه. أنا مش عارفة هم عايزين إيه. يعني في حاجات كانوا بيقولوها الرئيس بيعملها، بعدين لما بقى يعملها لأ بقى وحش، وبعدين بقى عندهم إخوان، بقى أصل إحنا ما اعرفش. في ناس تقول لك لأ أصل إحنا يعني برضو مصريين زي بعض، وبعدين ما ينفعش إن إحنا نتفرق، ما ينفعش كلام من الكلام القذر ده. المهم بعد البت دي أنا صراحة الحزب خلاص اتفكك بقى إن الدولة فككته. إنه الأحزاب اللي زي كده اللي بيبقى اللي هتقوم لها قومة، خاصة إن إحنا كنا كتير على الفيسبوك، يعني إحنا كنا كتير وعايزين الدولة تبقى دولة علمانية. فاللي أنا عايزة أقوله من القصة اللي أنا باحكيها دي،
آم، انه ان انت تعمل حزب مش على هوا الدولة، مش في الفلو بتاع الدولة، فدي حاجة آه، صعبة بس مش مستحيلة. لكن هي محتاجة ناس يكونوا على قدر المسؤولية، فاهمين هم عايزين ايه بالظبط، ناس بيمارسوا سياسة، يلعبوا سياسة، يلعبوا سياسة ويبقى أقوالهم زي أفعالهم، ما يبقوش ليبراليين بالبق وإخوانيين بالفعل. ما يجوش يعملوا الحزب وبعد ما يعملوا الحزب يقولوا انا خلاص انا كبرت، انا خلاص انا شبعت السياسه، انا مش يعني شبعت السياسه او شبعتي السياسه. طب بتعملي حزب على شرط الناس دول انا بحترمهم جدا بس مش قوي. اصل انا عملت لهم بلوكات كلهم والله العظيم. ليه ليه قصه اخرى وانا مش عايزه اقولها، عشان لو قلتها ممكن الشخصيات تتعرف، الشخصيه اللي انا يعني اتصدمت فيها دي ممكن تتعرف، بس مش هقول. المهم الخلاصه انه ان احنا نعمل حزب دي حاجه مش سهله. التبرعات هتجيلك منين؟ انت عايز تبرعات، عايز تمويل، هيجيلك منين التمويل؟ ده سؤال. التمويل هنجيبه منين؟ وهيستمر يعني عشان يبقى فيه تمويل. ماشي، انا ممكن واحد واثنين وثلاثة، طيب واحد هيوفق. على فكرة الحزب المصري العلماني كان رئيس مجلس الإدارة هو اللي جايب المقر وهو من فلوسه الشخصية، بس ما قدرش يستمر لانه مش فاكرة، حصلت حاجات كده، حاجات غريبة و... وما بقاش عنده القدره ان هو يدفع الايجار. حصلت حاجات والله يا جماعه، انا يعني تفاصيل انا مش فاكراها كويس، بس زي ما بقول لكم هي المساله الحزب اتفجر من جواه. افهموا بقى اللي انتوا تفهموه، الحزب اتفجر من ايه؟ من جواه. افهموا اللي تفهموه. فان ما كناش على قلب رجل واحد مش هنعرف نعمل الحزب ده. هتقولوا لي طيب ما احنا لازم نعمله. انا اؤيد وانا اوافق. انا اول واحده هروح اعمل توكيل الحزب ده. انا مش هعرف اسسه. ليه مش عارفه اسسه؟ مش جبن والله ولا خوف ولا اي حاجه، لكن انا ما اعرفش السياسه. انا واحده غير مثقفه سياسيا، وعمري ما اشتركت في احزاب. وعلى فكره الحزب انا لما رحت المره دي انا قررت ان انا ما اعملش توكيل، لان انا زي ما بقول لكم شفت الناس مش على قلب رجل واحد يعني ما حسيتش بالجديه. انا كلامي مفهوم ولا ايه؟ فالمساله ما هياش يعني حاجه امكانيه، يعني حاجه سهله قوي ان احنا نعملها. لازم تتخطط لها كويس. لازم الناس اللي يعملوا الحزب يوفروا تمويل، والتمويل يكون مستمر. مش شرط يعني احنا مولنا وجبنا مقر وبعدين لازم التمويل يكون مستمر. لازم يكون زي ما بقول لكم القائمين عليه يكونوا بيلعبوا سياسة، فاهمين يعني ايه سياسة، ونتعامل بمنطق السياسة، نلعب لعب السياسة. انتوا فاهمين قصدي؟ فالمسألة مش سهلة ومحتاجين حد يعني يتبنى الفكرة، وحد يكون يعني فاهم سياسة كويس ويكون ليه باع، وما يكونش جاي لنا من خلفيات إخوانية ولا خلفيات ناصرية ولا خلفيات انتوا فاهمين قصدي، يعني لا خلفيات عروبية ولا خلفيات دينية. ومش هنلاقي الشخص ده، مش هنلاقيه، لان لو لقيناه وهم موجودين بس مش بيلعبوا السياسه فانا ما اعرفش. بس هي المساله صعبه ومش مستحيله، صعبه ومش مستحيله، وانا باعلن ان انا مؤيده للموضوع دوت. ونفسي ان احنا نعمل حزب يكون اسمه حزب كانت القوميين المصريين. وده حقنا الدستوري. لكن المسألة علشان تبقى صح لازم الناس اللي يعملوها يكونوا بيلعبوا سياسة. بس ده اللي أنا أقدر أقوله. وأنا لقيت إنه
معرفش قلت الكلام ده في اول فيديو ولا لا. انا لقيت انه يوتيوبرز سياسيين كتير بيتبعت لهم نفس المقترح مؤخرا، وبرده هم شايفين اللي انا شايفاه، انه الموضوع مش سهل. بس انا قلت رايي، وانا عايزه اسمع برضو رايكم. و خدوا بالكم ان المساله مش بس حزب، الحزب ده لازم يلعب على انه يدخل البرلمان. انتوا فاهمين؟ لازم نلعب الحزب ده لازم يدخل البرلمان. علشان ايه؟ علشان لازم نشارك في التشريع، لان احنا لازم يكون في حد يمثلنا في البرلمان، يمثل المصريين اللي هم شايفين ان مصر هي وطنهم. احنا ما عندناش وطن اسمه وطن عربي، ولا عندنا وطن اسمه وطن اسلامي، ولا عندنا وطن اسمه وطن مسيحي. احنا عندنا وطن اسمه مصر. حد يجي تقول لي يا ملحده يا اللي مش عارف ايه، انا مش هرد. لكن احنا لازم نمثل زي ما السلفيين بيمثلوا يا دولة. مش السلفيين انت سايباهم بالمخالفة للدستور سايباهم يمثلوا؟ احنا من حقنا نمثل برضو، والله من حقي انا كمصرية حد يمثلني. لكن البرلمان الشاورما ده لا يمثلني في شيء. ويا سيسي هنحاجيك قدام ربنا، هنحاجيك قدام ربنا، نقول له يا رب ده اللي احنا وثقنا فيه. وعلى فكرة هو بيعمل كل ده ليه؟ عارفين ليه؟ هو كل ما نيجي نتكلم يقول ايه؟ انتوا ما انتخبتونيش، انا انا مش هقدم رؤيتي، اصل انا ما قلتلكمش، انتوا اللي عايزيني. فهو بيلعب على الفكرة دي. انتوا فاهمين؟ فاحنا يعني انا مش عايزه افسر، بس انا قلت لكم الخلاصه، وعايزه تعليقاتكم، وعايزه كلام يكون كلام جد. انا مش عايزه الناس اللي بتقعد تردد لما انا اقول تحيا مصر الناس تردد ورايا تحيا مصر، لما اقول انا زعلانه الناس تقول انا عايزه حد يتكلم من العقل للعقل. نعمل زي ما نقول ايه اللي هو برين ستورمينج. عايزه ان احنا نفكر مع بعض، نفكر ايه الحل. الناس اللي بتنادي بالحزب وانا موافقه، ايه الحل؟ هيتعمل ازاي الحزب ده؟ فالمسألة محتاجة زي ما بقول مش ناس على الله حكايتهم زي حالاتي انها تقوم تعمل حزب. انا مش هعرف ومش هقدر، وانا ملي. وبرضه على فكرة انا مش عارفة، انا لو بقيت عضوة في الحزب انا مش هبقى عضو في الحزب بالمناسبة. يعني ممكن نروح اعمل له توكيل بس مش هبقى عضوة. ليه؟ لان انا ما بعرفش السياسة، ما بلعبش السياسة، وما اعرفش العب سياسة. حتى لو انا اشتركت في حزب، حتى في الحزب المصري العلماني انا كنت ناوي اعمل له توكيل، بس يعني ما كنتش هبقى عضو فاعل. ليه؟ لاني انا ما اعرفش اسمع كلام حد، حتى لو الحد بيقول نفس كلامي. بس انا يجي مثلا نفترض ان السياسه بتفرض علينا دلوقتي ان احنا نلتزم بموقف معين. الموقف ده مثلا اكون انا مش حباه، لكن الحزب شايف انه سياسيا لازم نلتزم بالموقف ده دلوقتي. فانا مش هقدر التزم، فيبقى اشترك ازاي في الحزب؟ واصله لكم؟ بس السلام عليكم.